طالبان ومتابعينهم لصربيا اللي هي صرب. لكن هذيك يعني تواجهها وواضحه، لكن يبدو حاجه داخل اهلك وعويلها عيال صغار كان تركتها بينغصوا عليكم حياتكم وبيبهدلوكم وبيعطلوا الحياة إن كان ويستمروا يبدو يمارسوا السطو المسلح والقتل والعبث. خلاص يعني روعوا الناس. مثل ما قلت لكم يوم واحد اسمه يوني بامبرد المقنبل الوحيد في واشنطن قعد كم ممكن عام ولا عامين ولا هو مروع واشنطن كلها عاصمة أمريكا. سمينه يوني بامبرد يعني القاذف الوحيد بالقنبلة. يعني عندنا قنابل كل مرة يقذفها في مكان ويعرفوا يحسبوها ناس واجدة. روع واشنطن حتى الأطفال بدون عشان في المدارس، وناس كثيرة خافت منه اللي هو بعدين في غابة واحد ممسخ سكران شدوه بعدين. تعرفوا قصة تعرفوها. إذا كان سرقناها كيف يصير لكم؟ حتى أولادكم المدارس ما عاد يقدروا يمشوا، المتاجرة ما عاد تقدر تفتح. إذا كان فيه تدخل كيف يكون التدخل هذا؟ حتى تدخل قدر يا كيف اليوم قالوا لي ماتوا يجي 4 للأسف ونعزي أنفسنا كلنا أولادنا هذوما شبابنا هذوم اللي نربوا فيهم ونعلموا فيهم ونجروا فيهم ونمثلوا فيهم بالتموين الرخيص وفرحانين بيهم. يقعد على يموتوا من بعضهم من الأمن، ضرب بعضهم من الأمن وبعضهم من العوائل اللي طاشت. بدي أرجوكم كان فيها قال البلاد كان ما فيهاش شرطة، يجب يكون فيها عقال. يا اخوانا تو احنا عارفين ارواحنا، وانا قلت لكم من ولمس من يعني نحن عارفين ما بتطلع من البلاعزه، من ولاد صقر، من الرمحه، من سلاق، من كورغليه او القبايل او الاشراف، ولا اولاد جربوع، ولا اولاد بو حميره، ولا اولاد بو زريبه. عارفين هذا كلهم. ويقولوا لي راهم اكثر شباب هذول من اولاد صقر. تو عيبتوا هذه كيف؟ انتم اللي منكم الضباط الاحرار ونعتز بيكم ونعتز بالزاويه كثير. الزاويه حقيقه ومصرات ودرنا. يعني دائما نقول هذين اللي نعتمد عليهم في الرجال العلماء والوطنيين وانتم بجنب العاصمه نتاعكم هنا لابد تكونوا منضبطين وملتزمين. لكن معقوله حد يرضى سلاح زاويه رشاشات بنادق في المسجد بترضوا بها كانكم راضيين بها وبتعيشوا مع هذه الظاهره؟ انتم احرار. تعزل الزاويه من جميع الجهات ويقعدوا يعيشوا يطابخوا بالرصاص لين يطيب خاطركم. ولاد صقر وولاد البلاعزه ولا ولاد صقر ولا من يعرف من ولا زيطوا مع بعض. قتلوا بعضكم. لكن المنطقه حتى تبرى منكم وتسكر حدودها من جميع الجهات. وقعدوا يعتقدوا انكم انتم تبغوا شعبيه مستقله ما فيهاش حتى صرمال لا صبراته. هو حرار ديروا شعبيه وخلها مسلحه والله كويس، وخلها شعبيه مسلحه وفيها الرصاص كل يوم، واقعدوا داخل بيوتكم ما عادش يقدروا الاطفال يمشوا. شنو الملعب؟ شنو المسخره هذه؟ كيف المسخره هذه كيف؟ المفروض تطلعوا انتم يا اخواننا. شنو النسوان يطلع الامهات يشدن اولادهم، الاباء يشدوا اولادهم، الخوات يشدن اخوتهم، عويل صغار عمارهم 16 عام 17 عام اعطينهم الحبوب. هذول يسقوا فيهم عند الليل، يسقوهم الحبوب بتاعت الهلوسه اللي هي حطوا فيها ليهم في قالوا تو في مصرع في مصراته يزود فيهم به مصرع البان، يحطوا فيهم في اللبن، يحطوا فيهم في المشروب، يحطوا فيهم في القهوه السريعه نسكافيه يقولوا، وياخذوها ويدخلوا بها يقول لهم بعد يشربوا الحبوب يقول لهم يلا عدوا هاجموا مركز الشرطه، شاركوا الملفات بتاعتكم. عدوا مجرمين تو في واحدين كبار مجرمين وجهوا فيهم
باش يسرقوا لهم ملفاتهم الجنائيه، عدوا للمحكمه سرقوا الملفات باش تمسك الملاك العقاريه، عدوا شركوها، عدوا خذوا سلاح، وعويله صغار فرحانين انهم واحد عيل حصل سلاح. وبعد فتره تو هو يتعب، يقول البندقيه ايش بندير بها ولا الرشاشه، بعد فتره يبدا يبيع فيها ولا يلعب بها ولا ياخذها واحد اخر مجرم. يعني مش معقوله تسمحوا لهذه الظاهره تستمر في اي مدينه من المدن بتاعنا. ما في حكايه ان زي ما في مصر ولا في تونس ابدا. هذول ناس محتاجين على حكوماتهم وعندهم مطالب وعندهم حاجات بالك، لكن احنا السلطه بيدكم بيد الشعب. تقدروا تغيروا السلطه نتاعكم في اي يوم، ديروا لجان في اي يوم، تحاكموا اي واحد افسد في اي وقت، في محاكم شعبيه تبع المؤتمرات الشعبيه الاساسيه.